من آلاف السنين كان المصري القديم واقف قدام نهر النيل بيحط أول حجر في تاريخ العقارات. الفراعنة هم أصحاب أول مشروع عقاري في العالم، بنوا أهرامات لسه واقفة لحد النهاردة تتحدى الزمن. المهندس الفرعوني كان يحسب اتجاه الشمس والظل، والعمال كانوا بيحملوا الحجارة باليد عشان يبنوا صروح تخلد اسمهم. ومع مرور الزمن بدأنا نشوف تغييرات كبيرة. في العصر الإسلامي ظهرت الشوارع الضيقة والمشربيات اللي تحمي البيوت من حرارة الشمس. ثم جاء عصر محمد علي وبداية تبني عمارات ذات طراز أوروبي وأحياء مثل جاردن سيتي والزمالك اللي أصبحت رمزاً للرفاهية. وبعدها تطورنا لمدن جديدة وكومباوندات ذكية، وأصبح العقار علم حقيقي. خدمات، أمن، كاميرات، وكل ما تحتاجه الحياة الحديثة أصبح متوفراً في كل مكان. النهاردة العقار ما بقى مجرد مكان للعيش، بقى استثمار. من شقة في كومباوند فاخر إلى وحدة سكنية تشترى للإيجار أو للاستثمار، العقار أصبح لغة العصر. لكن الفكرة لسه واحدة: ابني مكان يعيش قبل ما أنت تعيش فيه. ومهما تغير الزمن، مصر هتظل دايماً بلد بتبني.